أول ما السكينة تنزل على المعدن، الصلب التقيل بيتقطع كأنه توفو، سائل التبريد الذهبي بيرش في كل حتة، وفجأة سيخ حديد أملس يطلع له صف أسنان حادة في ثواني قليلة. المشهد شكله عنيف جدا كأنه تنفيذ حكم، بس في الحقيقة السيخ ده عمود أكسل لعربية نقل تقيلة، والأسنان دي مش للزينة خالص، ده جزء أساسي بيثبت قوة الموتور وينقلها العجل على طول. العملية دي اسمها تشكيل التروس. السكينة والعمود الحديد بيلفوا مع بعض بنسبة سرعة محسوبة بدقة. أسنان السكينة وهي بتلف وبتتقدم بتشيل المعدن واحدة واحدة، زي ما بتقشر حبوب الذرة بالظبط، وساعتها تشكل الشقوق الدقيقة اللي على السطح. هنا ممكن تفتكر إن الشغل خلص، بس لسه بدري. بعد كده الأكسل بيدخل في ملف حس كهربائي، تيار عالي التردد بيعمل مجال مغناطيسي قوي، وفي ثواني الحديد بيسخن لحد ما يحمر، وبعدها على طول ميه بارده تغرقه. الصدمه الحراريه دي بتخلي التركيب الداخلي للحديد يتجمد فورا ويكون طبقه سطحيه صلبه تستحمل التآكل والضغط. وفي الاخر اللي بيطلع قلب منظومه الحركه في العربيه، قطعه معموله عشان تستحمل احمال تقيله مره ورا مره، وواحده من اهم الاجزاء في اي شحنه نقل تقيله. ودي طريقه صنع الاجزاء الميكانيكيه دي اللي انت ما كنتش تعرف بتتصنع ازاي. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.